عبد الرحمن. عم بدر، حضرتك ما تقبضش عليك؟ الحمد لله يا عبد الرحمن، الحمد لله الذي نجاني من كيد الكائدين. الحمد لله على سلامتك يا عم بدر. الله يسلمك يا عبد الرحمن. لكن ما ردتش عليا يعني في الموضوع اللي كلمتك فيه. موضوع ايه يا عم بدر؟ موضوع الزواج على سنة الله ورسوله يا عبد الرحمن. بصراحة الظروف ما سمحتش ان انا اكلمها يا عم بدر. الظروف ما سمحتش تكلمها ولا لم توافق؟ عارف ليه لم توافق يا عبد الرحمن؟ علشان في حد تاني. يعني ايه؟ هقول لك دلوقتي يا عبد الرحمن. عارف مين ده يا عبد الرحمن؟ اه لا يا عم بدر، معرفوش. طيب هبعته لك انا على تليفونك المحمول. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الصورة دي؟ جبتها منين؟ جبتها من مكان ما جبتها. ردي عليا، ايه ده؟ ده الأستاذ ياسين الناصر. انا عارف اسمه وبيشتغل ايه. قاعدة معاه ازاي؟ طلب يقابلني علشان يحذرني من أمن الدولة. ويحذرك ليه؟ علشان خايف عليك يا عبد الرحمن. وما طلبنيش ليه في المدرسة وحذرني طالما الموضوع يخصني؟ وعلاقته ايه بيا او بيكي اصلا عشان يحذرنا؟ وفي حاجة انا معرفهاش يا ماما؟ حاجة ايه يا عبد الرحمن؟ انا اللي بسألك. عيب. إن بعد الظن إثم. حرام. وقعدتك معاه مش حرام؟ اتق الله يا عبد الرحمن، أنا ما كنتش قاعدة معاه لوحدي ولا في مكان مغلق. احنا كنا قاعدين في مكان عام ومعانا آيات. وبعدين الراجل مهذب ومحترم. وايه كمان؟ اخرس واتق الله كمان مرة. واعرف كويس قوي انت بتقول ايه. واعرفي انت كمان ان قعدتك مع راجل زي ده في مكان زي ده شبهه. والرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام قال اتقوا مواطن الشبهات. واذا كان عايز يحذرنا يا كان قال لي يا كنت رحت معاكي. انت ما تعرفنيش اعمل ايه وما اعملش ايه يا عبد الرحمن. انا اكبر منك واعلم منك بمصلحتك ومصلحتي. وبعدين يا ابني الرقيب عليا هو ربنا. وشكلي قدام الشيخ بدر ما يهمكيش في حاجه؟ الشيخ بدر ايه دخله بالموضوع ده؟ ما هو اللي صورك. قلتلي. وما سألتش نفسك بقى يا عبد الرحمن، مسلم ايه ده اللي يجري ورا الناس في الشوارع ويصورهم وكمان ينشر الفتنة ما بين امه وابنها؟ انا ما يهمنيش حسن اسلامه وحسابه هيبقى عند ربنا. انت اللي تهميني. والاستاذ ياسين بقى عرف يتصل بيك ازاي عشان يخليكي تقابليه؟ السؤال ده فيه تلميحات مش عجباني ومش هجاوب عليه. وانا كمان مش صغير عشان تعامليني كاني عيل. انا من حق اسالك رايحه فين وجايه منين وقاعده مع مين وليه. ايه ده؟ انت بتعلي صوتك عليا؟ انت ازاي تكلمني بالطريقه دي؟ انت لو مش عارفني وعارف ان انا بتصرف بما يرضي الله وبراعي ربنا في كل حاجه، يبقى يا خسرت السنين اللي ضيعتها عشان اربيك واهديك. عموما انا ليا كلام معاه. مع مين؟ حضره الناظر. اوعى تفتح معاه المواضيع دي. انا نازل. رايح فين؟ رايح المسجد. لا حول ولا قوه الا بالله. حزينه بشكل مش ممكن تتصوره، والحزن مع الوحده بيخلوا الحياه مستحيله. أنا آسفة لإني لقيت نفسي مضطرة أقول لعبد الرحمن عن سبب لقائنا، ومتأكدة إنه هيجيلك بعد اللي حكيتهولك. هسيب الموضوع لحكمتك. اعذرني، مش هقدر أكتبلك، مع إني محتاجة الإنسان على خلق زيك يقدر ألمي وتعبي. رعاك الله وأعانني. رحمة. كيف لا تكتبين؟ وهل نملك إلا الكلمات؟ حين نكون محاصرين بآلاف القضبان تصبح للأحلام أجنحة هي الكلمات. فكيف لا نكتب؟ والحروف عصافير ملونة وطائرات ورقية تملأ سماء حياتنا بهجة. فكيف لا نكتب؟ وهل نظل عطشا والماء يجري حولنا؟ وهل بعد أن وجدنا من يشاركنا أحزاننا نحزن وحدنا؟ النفس للنفس سلوى، وما الحياة إلا أرواح تتشارك الأحزان قبل أن تتشارك الأفراح. ياسين.
هو اللي غريب اللي في الشنطه ده غريب. في ايه؟ ايه اللي في الشنطه ده؟ في ايه؟ ايه ده؟ ده دواء كح. ممنوع. هو ايه الممنوع عمود ممنوع يعني؟ هي التعليمات كده. هو ايه اللي ممنوع؟ عاجبك كده؟ ايوه يا دكتوره رباب. ايه كمان؟ ايوه ايوه. طب شكرا يا دكتوره، شكرا. يعني انت عيان؟ اه والله اه والله عيان. باين عليك عيان فعلا. طب اعمل ايه بعد ما كسروا لي الدواء بتاعي؟ لا دي مش مشكله، نجيب لك غيره. بس الاول هبعتك عيادة المدرسه عشان الدكتور يكشف عليه. لو كنت عيان فعلا مفيش مشكله، بس لو طلعت مش عيان هيبقى لك حساب تاني معايا. طب والحصه اللي هتفوتني؟ اسمع يا ابني، اوعى تكون فاكر انك مفتح. ادويه الكحه اللي بتاخدها دي وهتلحس لك دماغك كلها موجوده على جدول المخدرات وما بتتصرفش الا بروشته. فلو الدكتور قال انك مش عيان انا هرفدك من المدرسه. تروح للدكتور ولا تروح الطابور؟ طابور. اتفضل. يا حليمة تعالي نضافي الهباب ده. مصطفى ايه يا عم ما نزلتش الفسحه ليه؟ مش عايز. بقول لك ايه، معاكش سنس صغير؟ بطلت. طب كوكو الضعيف، اصل انا من ساعه ما جابر ما مسكوه ما بعرفش اخش بحاجه، حتى ازازه البرونكوفين خدوها مني. اقول لهم بكح يقول لي هات شهاده من الدكتور. هات شهاده الدكتور قال. شهاده الدكتور دي تساوبك انت. ربنا يهديك. سيبني وراح على فين؟ رايح اصلي، ما تيجي معايا؟ اهم حاجه عندي هي انتظام المجموعات. كل حاجة مترتبة يا حضرة الناظر، والمدرسين الجداد بعتنا لهم المواعيد على الإيميلات بتاعتهم، وإن شاء الله كلهم هيبقوا موجودين في ميعادهم. أنا عندي اقتراح يا حضرة الناظر. اتفضلي يا استاذه. إيه رأي حضرتك إن الأولاد اللي مش قادرين يدفعوا المجموعات دي يدخلوها مجانا؟ مفيش اي مانع. في مشكلة كمان يا حضرة الناظر. مشكله ايه؟ رغم إن عندنا مكتبة مليانة لكن محدش فيهم بيقرأ. هي وقفت على الولاد لما المدرسين يقروا. ما هو الكمبيوتر والشات لحسوا دماغ الولاد. ولما الولد ما بيشوفش حد في بيته بيقرا هيقرا ازاي؟ طب وهنعمل إيه عشان نشجع الولاد على القراءة؟ قولوا وانا بسمع. نعمل مسابقة للموهوبين في الكتابة. مش لما يقروا الأول يبقوا يكتبوا؟ المسابقة والجوائز للي يقرأ أكتر. طب وهنعرف إزاي؟ نناقشهم في الكتب دي وندي جوائز مالية وعينية ومجلدات فاخرة، وأستاذ ياسين يعرف ناس كتير قوي في دور نشر. دور نشر وبس؟ ده يعرف نص البلد. الحقيقة حضرة الناظر عمر ما حد طلب منه خدمة وما عملهاش. طب شوفوا تتعمل ازاي وانا جاهز. متشكر يا جماعه، اتفضلوا. العفو حضرة الناظر. خليك يا فؤاد انا عايزك.